وإبليس أصلا كان مكلفه بحماية بوابات اسمها بوابات الجحيم، اللي هي البوابات اللي بتفصل ما بين عالم البشر والعالم السفلي. وهو أصلا متخصص في سحر التفكيك والدمار، وبيتقال والله الأعلم إن نظام العالم الجديد اللي متقسم بالشكل اللي احنا شايفينه ده حدود ودول، وكل واحد بيحارب التاني عشان المربع اللي متحدد له، كان بسبب جماعات سرية قدرت إن هي تحضر دوشمادوس أصلا، وخلته هو اللي يعمل خطة التفكيك والدمار اللي احنا عارفينها أصلا بقى، لأنه ما كانش بيستعمل السحر اللي احنا بنسمع عنه وبنشوفه واللي احنا متعودين عليه وبنخاف منه ده. لا، هو كان بيستعمل سحر اسمه سحر التشويه النفسي، وده بيبقى ليه شياطين خاصة بتقدر توجه أفكار البشر أصلا بقى. وبكده جماعة النخبة والجماعة السرية استعملوه بالشكل، والناس الخبرة قوي أو اللي داخلين في الموضوع قوي هيلاقوا إن اسم دوشمادوس ما بيتذكرش غير في الأوقات الحساسة والأوقات الحاسمة عموما في حياة البشر والعالم اللي احنا عايشينه. وده بقى اسمه سحر الطمس الزمني، يعني فترة معينة، فترة زمنية معينة متعلقة ولا بتتقدم ولا بتعرف ترجع. وأكيد انت طبعا حسيت الإحساس ده وعارف السنين اللي حسيت فيها بالإحساس ده.